السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حوالي أسبوعين أو أكثر أرسل لي شخص رسالة نصها كالآتي: يا فضيلة الشيخ، فسر لي الآية رقم 1 و2 و3 و4 من سورة العنكبوت، لأن هذه الآيات بصراحة محيراني أشد الحيرة. وأنا في البداية بعتذر لهذا الشخص عن التأخير في الرد، لأني أنا بجد كنت في الأيام الماضية تعبان وما كنتش بسجل فيديوهات. ونصيحة مني لوجه الله: لا تضع أحد تراه على السوشيال ميديا في هذا الموضع، ففي نهاية الأمر كل شيء استفتي فيه قلبك وإن أفتوك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق ليس مكتوب على جبينه أنه فاسق، ولكن هذا يعني أنك يجب أن تظن الفسق في كل إنسان ينقل لك خبر أو نبأ حتى يتبين لك العكس. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. والخرص يعني التخمين، يخرص بمعنى يخمن، وكلنا يحاول أن يخمن المعنى الموجود في آيات القرآن، ولكن المعنى الحقيقي سيبقى عند الله سبحانه وتعالى ولا نعلمه إلا يوم القيامة. ولكن كل إنسان يساب على اجتهاده في المعنى المراد من الآيات، فكلنا بنخمن المعنى المقصود من الآيات، يعني كلنا خراصون. مفيش حد فينا على يقين أنه وصل إلى الحقيقة في تفسير معنى من معاني آيات القرآن، ولا أحد منا يظن أنه وصل إلى درجة اليقين ودرجة الحقيقة في تفسير المعنى المراد من آيات القرآن. الكل بيخمن، وإن شاء الله الكل سيساب على اجتهاده وعلى تخمينه في آيات القرآن. وفي النهاية كل إنسان هو مسؤول عن الفهم الذي يصل إليه من الآية، فالأمر في النهاية معلق في رقبة كل إنسان، هو يميل إلى أي رأي أو يفهم الآية بأي شكل. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني كل إنسان في النهاية هو مسؤول عن فهمه للآية التي يقرأها في المصحف. يعني يوم القيامة لا يقبل اعتذار من أي إنسان إذا قالوا لي، ومن يقول لك أعلقها في رقبة عالم واخرج أنت منها سالم، هذا كاذب. فكل إنسان لديه عقل يستطيع أن يتدبر الآية بشكل معين ويفهمها بشكل معين، وأنت في النهاية مسؤول أمام الله عن فهمك للآية. وبخصوص الآيات الأولى من سورة العنكبوت سأقول لك ما أفهمه أنا من هذه الآيات: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأظن أن المعنى في هذه الآية واضح. أنا بطبيعتي دائما بعتبر الحروف المقطعة الموجودة في بدايات سور القرآن تعني كلمة من البديهي، أو هي كناية عن هذه الكلمة من الأمر البديهي. كمان قال في أحداث غزة 1-2 الشعب العربي فين؟ 1-2 يعني أمر بديهي إنه في هذه الأحداث الإنسان يسأل الشعب العربي راح فين. 1-2 ألف لام ميم كاف هيا عين صاد حا ميم. كل هذه الحروف عندما أقرأها بأضع مكانها كلمة من البديهي، يعني من البديهي، هذا أمر بديهي. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني من الأمور البديهية أن الناس لا يظنوا أنهم سيتركون لمجرد قولهم أنهم آمنوا. فليس إعلان الإيمان لفظ باللسان، لا بد أن يفتن الإنسان لمعرفة حقيقة هذا الإيمان. والفتنة أنا ذكرتها كثيرا،
الفتنة تعني مؤثر يؤثر على الشيء فيجعله يخرج ما بداخله دون سيطرة دون كنترول. فالنار هي فتنة المعادن، لأن النار بتجعل المعدن يطرد ما بداخله من شوائب في صورة خبث. والامتحان هو فتنة للطالب، لأن الامتحان يجعل الطالب يخرج ما بداخله من معلومات بعفوية ودون كنترول. وكذلك المرأة فتنة للرجال، وقد تكون فتنة للنساء أيضا، لأن المرأة تجعل الرجل وتجعل المرأة أيضا تخرج ما بداخلها دون سيطرة ودون كنترول. وقد يلاحظ ذلك واضحا وجليا لو كنت جالس في صالة انتظار في عيادة طبيب أو في مطار أو في محطة قطار، وراقب عيون الناس مع كل ست بتدخل هذا المكان. هتلاقي عيون الرجال تذهب إلى هذه المرأة، وأيضا عيون النساء. والنساء قد لا يكتفوا بالنظر، ممكن تلاقيها بتتمتم بكلمات. شوف يا أختي، لابسة بنطلون ولحمها مدهول ومفشول، وتبدأ تلسن بالكلام أيضا. فالمرأة بتخلي الإنسان يطلع ما بداخله دون سيطرة ودون كنترول، وهذا هو معنى الفتنة. الفتنة إنك أنت تطلع اللي جواك بدون سيطرة وبدون كنترول. وربنا سبحانه وتعالى بيفتن الإنسان في هذه الحياة علشان يطلع اللي جواه بدون سيطرة. يعني تلاقي الإنسان المؤمن اللي هو في قمة الإيمان ويصلي كل الأوقات في المسجد وتراه على درجة من الإيمان، إذا مات أحد أبنائه قد يخطئ وقد يجهل، لأنه في هذه اللحظة هو مفتون، هو بيطلع اللي جواه بدون كنترول وبدون سيطرة وبدون حسابات مسبقة. وده معنى الفتنة، انك انت تطلع اللي جواك بدون كنترول. انا مثلا مدرس وبشرح درس للطلبة في الفصل، وبعد الشرح سألت الطلبة: يا ولاد انتوا فاهمين؟ فالكل رد في نفس واحد: فاهمين يا أستاذ، ولك الشكر، انت اسلوبك جميل واحنا فهمنا الدرس 100. فهل قولهم هذا كافي لأن يجعل الأستاذ يلغي الاختبارات والامتحانات في نهاية العام أو في نهاية الشهور؟ بالطبع لا. فلا بد من عمل اختبارات شهرية وامتحان في آخر العام ليعلم الأستاذ الصادق في قوله من الكاذب. وكلمة يعلم هنا لا تعني إضافة معرفة جديدة، ولكن يعلم جاية من العلامة أو من التصحيح، يعني يقيم كل إنسان بدرجة بقيمة معروفة، يقيم مدى الصدق ومدى الكذب عند الطلاب. فالله سبحانه وتعالى يضع الناس في اختبارات وفي فتنة ليقيم كل إنسان في مدى صدقه أو كذبه في قوله أنه آمن بالله. ومن السذاجة أن نتخيل أن الأستاذ سيلغي الاختبارات والامتحانات لقول الطلاب أنهم فاهمين. فكيف يحدث ذلك وقد اختبر وامتحن من سبقوهم في هذا الموضع وفي هذا المقام؟ لابد أن يختبروا ويمتحنوا كمن سبقوهم. وكما قلت، الامتحان تقييم وإعطاء درجة لكل إنسان في مدى صدقه ومدى كذبه في قوله أنه آمن بالله. فالأستاذ يعلم مسبقا كل شيء عن تلاميذه، ولكنه يريد بالاختبار والامتحان أن يضع تقييم لكل شخص منهم ليعرف كل منهم درجة الصدق أو الكذب فيما قال. ولو أن النجاح سيكون مرهون بقول الطلاب فاهمين يا أستاذ، في هذه الحالة سيظن ويحسب الذين أهملوا في الدراسة وكانوا طول العام بيلعبوا يظنون أنهم سابقون في الترتيب، يعني هم الأوائل. ليه؟ لأنه غيرهم تعب وجرف أثناء العام الدراسي في تحصيل العلم، وفي الآخر هم نجحوا زيه، رغم أنهم ترفهوا في خلال العام الدراسي ولعبوا وعملوا كل اللي في نفسهم، وده قاعد بيذاكر. يعني احنا لما الطلبة بينجحوا في المدرسة ويجيبوا 10 نفس الدرجة عايزين ناخد الأول فيهم، بنقيم بالسن مثلا عشان نحدد مين الأول، فالأصغر سنا يبقى هو الأول. فلو الطلبة كلهم نجحوا، اللي كان بيلعب هيظن أنه هو في بداية الترتيب، يعني هو السابق،
لأنه كان بيلعب ونجح، وغيره تعب وجاهد ونجح زيه، فهو في الترتيب هيظن أنه السابق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. يعني اللي عملوا السيئات لو الكل سينال نفس الجزاء لمجرد أنه قال أنه آمن بالله، يبقى اللي تمتعوا في الدنيا سيظنون في الآخرة أنهم هم السابقون، وده يبقى حكم سيء جدا. وأنا قبل أن أنهي هذا الحديث نفسي أقول شيء مهم جدا جدا، وقد سبق أن ذكرت هذا الشيء كثيرا في أحاديث قبل ذلك، وأنا أعتبر هذا الشيء من أهم الأشياء التي يجب أن تعرف من خلال القرآن. فالله سبحانه وتعالى لم يكلف أي إنسان، ولكنه جعل التكليف اختيار للإنسان بذاته حتى يكون ملزم بالفعل، كل إنسان بطائره في عنقه. الله سبحانه وتعالى يقول في نهاية سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وللأسف كلنا يفهم هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى يعطي البرد بقدر الغطاء، وفي هذه الحالة لم تكن هناك مشكلة، ولكن في الحقيقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يعني أن كل إنسان يعرف وسع نفسه يكلف نفسه على قدر هذا الوسع. فلو قلنا أن كل ما في وسع النفس تكليف، أظن المعنى سيبقى كما هو: كل ما في وسع النفس تكليف. ومن يعلم وسع النفس؟ الإنسان الذي يحمل هذه النفس، والله الذي خلق هذه النفس. أنا لو معي حقيبة أعرف وسع الحقيبة دي لأني بستخدمها، وأيضا من صنع هذه الحقيبة يعرف وسع هذه الحقيبة. فنفسك أنت تعلم وسعها، والله كذلك يعلم. أنت بقدر معرفتك بوسع نفسك بتكلف نفسك. يعني على سبيل المثال، لو أنا وأنت موجودين في مكان وغاب عنه الماء، وبعد فترة أنا شعرت إني أنا هأموت، أنا ممكن أشرب البول بتاعي، ممكن أشرب مادة مسكرة زي الخمر لو موجودة أمامي، لأني أوشكت على الهلاك. أنت عندك قدرة تحمل أكثر، يبقى حرام عليك تعمل كده. فالتكليف هنا بإيدي وإيدك، كل واحد فينا عارف وسع نفسه، فبقدر وسع نفسك أنت بتكلف نفسك. ولو حسبت وسع نفسك صح يبقى أنت لك ما كسبت، ولو حسبت وسع نفسك بالخطأ يبقى عليك ما اكتسبت. ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان يظن بما لديه ويبخل، وأنه دائما سيقدر وسع نفسه خطأ، أتبع الله هذه الآية بدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين يا رب العالمين. وأسأل الله أن أكون أجبت على سؤال حضرتك أيها السائل، ولك مني ألف شكر وتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.